كما تمت المطالبة ببرلمان تونسي عند تأسيس الحزب الحر الدستوري على يد عبد العزيز الثعالبي، وهو مطلب لطالما روجت له جريدة الفجر. وباندلاع أحداث 18 من أبريل سنة 1938 تمت المطالبة صراحة ببرلمان تونسي وحكومة وطنية، فعمت البلاد المظاهرات التي اجتاحت كامل الإيالة التونسية، وكان من أبرز قادتها علي بلوان. أحداث 38 كنت أنا في المدرسة الصدقية نقرأ مع سيدي علي بلوان الله يرحمه، اللي هو كان في نفس الوقت أستاذنا في الآداب العربية ويعني عضو في الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري التونسي. فكنت معنا في ذلك الوقت يعني من الطلبة اللي مشوشين شوية بالقياس إلى النظام الفرنساوي، لأن في ذلك عام في ذلك الوقت كان النظام فرنساوي. فحينئذ يعني المدرسة أو الصديقية اللي كنا نقرأ فيها واللي هي خرجت عدد كبير من رجالات تونس كانت تعطي عن طريق بعض الأساتذة مش كلهم، كيف سيدي علي بلوان الله يرحمه، تعطي دروس في الوطنية فيما يتعلق بالشعور بالوطن، فيما يتعلق بالانتساب إلى الحضارة العربية الإسلامية. يعني في ذاك الوقت عام 36 39 كانت الأمور فهمت الله ما زالت أمور استعمارية فرنسوية، فحينئذ كانت يعني الأمور كلها في يد يعني سوامة اللي كانوا يستغلوا صفتهم كأساتذة في المدرسة الصدقية لبعث القيم الروحية ويعني تجنيد القوى الشبابية في الحزب الحر الدستوري التونسي. الطلبة اللي خرجوا من نهج سيدي الباشا اللي كانت فيه الطلبة والطالبات، كانت المدرسة متاع هذيك الطالبات كانت هي مدرسة خاصة للبنات، اللي توا ولات مدرسة ثانوية معنا مختلطة، لكن في ذلك الوقت كانت هي مدرسة خاصة للبنات. ومن ذلك من هيك البقعة هذيك ثم من مدرسة صدقية، وقت اللي تهبط من مدرسة صدقية وانت ماشي لشيرت يعني باب البنات، فهمت الدورة هذيك الكبيرة على خاطر الأخرى صدقوها علينا من جانب القصبة. ومن جامعة الزيتونة بحيث ثم 3 عناصر كبرى، العناصر بتاع جامعة الزيتونة اللي جايين من جامعة الزيتونة في ذلك الوقت، وعناصر البنات اللي جايين من نهج معنا شو اسمه البنات هذا هو نهج قدماء صدقية أو معنا طلبة صدقية. مظاهرات واحتجاجات جوبهت بردة فعل عنيفة من قبل المستعمر الفرنسي عمد على وأدها والقضاء عليها، ما أدى إلى حملة واسعة من الاعتقالات ليزج بالعديد منهم في السجون، وقد تم نفي الكثير. وبانتهاء الحرب العالمية الثانية وتحديدا بمناسبة عيد العرش في 15 من شهر ماي لسنة 1951 لوح لمين باي بمنح دستور ملكي. بعد الحرب العالمية الثانية لإدخال إصلاحات في الواقع، عيد العرش كان ذكر به محمد لمين باي عندما تم وضع النص المحدث للمجلس القومي التأسيسي، علما هنا للتاريخ حتى تكون أيضا شهادة للتاريخ أن مشروع الأمر المتعلق بأحداث مجلس قومي تأسيسي تم إعداده منذ وقت طويل، ولكن نجل الباي في ذلك الوقت أخفاه عن والده، هذا حسب شهادة المرحوم الباهي لدغم. فذهب وفد للباي يطالبه بختم هذا الأمر المحدث للمجلس القومي التأسيسي، وإن لم يختمه تحت التهديد قالوا إنهم سيخرجون مظاهرات في شوارع تونس للمطالبة بمجلس تأسيسي.
إذا جاء الأمر 29 ديسمبر 55 تقريبا تتويجا لما كان وعد به الباي بمناسبة خطاب عيد العرش. الملك الله يرحمه حاول أنه يمنع أو يتردد فيما يتعلق بإقامة نظام دستوري ملكي تحت رعايته هو بطبيعة الحال، ويكون أنا يعني ماشي إلى الاتجاه الجمهوري. فالموقف متاع الملك في ذلك الوقت في مقاومة يعني نظام ملكي دستوري جعل أن يعني الحزب وخاصة الرئيس حبيب بورقيبة الله يرحمه دل على فكرة يعني نظام إنجليزي من نوع إنجلترا. فحينئذ يعني وقعت العملية هذه بالدرجة الأولى، ثم وقعت بعض أمور أخرى ثانوية، لكن هذه بالدرجة الأولى كانت هي يعني العامل الحاسم فيما يتعلق بالنظام الدستوري. وهنا شهادة لابد من تقديمها. محمد المنصف قال لأحد المؤرخين التونسيين أنه لو عاد إلى تونس سيعلن الجمهورية، وقد تم التذكير بهذا الموقف من قبل أحد أعضاء المجلس القومي التأسيسي يوم إعلان الجمهورية في 25 من جويلية من سنة 57، وهو المرحوم عزوز رباعي الذي قال أنه التقى المرحوم المنصف باي وقال له أنه لو عاد إلى تونس سيعلن الجمهورية. كما عرف المنصف باي بمواقفه الوطنية وتمسكه بالسيادة التونسية، فدعا إلى ضرورة الإسراع بمجلس وطني تأسيسي، فتم عزله ونفيه إلى المهجر حيث بقي هناك إلى حين وفاته. وتم إحداث المجلس القومي التأسيسي، وتونس لم تعرف بعد الاستقلال التام، وذلك في فترة الاستقلال الداخلي بمقتضى الأمر العلي الصادر سنة 1955 عن طريق لمين باي. وكان حدثا تاريخيا هو إجراء أول انتخابات في تاريخ تونس الحديثة في 25 من مارس سنة 56 و900 وألف لانتخاب أعضاء المجلس القومي التأسيسي. هذه الانتخابات لم تشارك فيها المرأة حيث شاركت في الانتخابات البلدية. هذا الحدث التاريخي سبقه حدث تاريخي آخر، وهو التوقيع على الاستقلال التام من نفس السنة ولكن بتاريخ 20 من مارس. كما افتتحت أشغال المجلس القومي التأسيسي بتاريخ 8 من أبريل، وذلك بمناسبة ذكرى عيد الشهداء. وبذلك قام المجلس القومي التأسيسي بسن دستور للبلاد ختمه الرئيس الراحل حبيب بورقيبة في غرة جوان من سنة 1959، والذي شهد 15 تعديلا جعل منه دستورا مشخصا ومفصلا على المقاس، فضلا عن القطيعة بين النص والممارسة. طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور الذي ينص على أنه في صورة تعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه
بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول، واعتبارا للتعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية. أتولى بداية من الآن ممارسة سلطات رئيس الجمهورية. تذكرون كلكم ليلة الانتقال من الفصل 56 إلى الفصل 57، هي سلسلة من المحاولات للإبقاء على نفس النظام. 56 تم جمع المجلس الدستوري يوم 15 جانفي لإعلان الشهور النهائي في رئاسة الجمهورية، وكانت النية تتجه يومئذ لتنظيم انتخابات الرئاسية في ظل الفصل 57 وفي ظل دستور 1 جوان سنة 59، وكأن الأمر يتعلق بحالة طبيعية من حالات الشهور. بدأت منذ ذلك اليوم في الواقع بدأت يعني السلسلة من المحاولات للإبقاء على نفس النظام. الشعب التونسي انتبه إلى هذا، وخاصة في اللحظة التاريخية التي طالب فيها الشعب التونسي بدستور جديد مع اعتصام القصبة 2. وفي اعتصام القصبة 2 طالب المحتجون بإقالة محمد الغنوشي وحل الحكومة المؤقتة وإنشاء مجلس تأسيسي وحل مجلس النواب والمستشارين وحل التجمع الدستوري الديمقراطي. قررت استقالة كوزير أول، وتم تعيين الباجي قايد السبسي رئيسا للحكومة المؤقتة. ثم جاء الإعلان عن تأسيس مجلس وطني تأسيسي. إننا اليوم وبالنظر للنداءات الشعبية المشروعة وعلى أساس توافق أغلب الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني نعلن الدخول في مرحلة جديدة أساسها ممارسة الشعب لسيادته كاملة في إطار نظام سياسي جديد يقطع نهائيا وبلا رجعة مع النظام البائد. وما دام المصدر الوحيد للشرعية الشعبية يكمن في صندوق الاقتراع، فلا بد من تنظيم انتخابات لتكوين مجلس وطني تأسيسي يتولى إعداد دستور جديد للبلاد يكون مرآة تعكس بصدق طموحات الشعب. تلك الفترة كنا نفكر في انتخابات رئاسية، وجات القصبة 2 اللي هي كانت النقطة الهامة اللي أفرزت إذا اختيار آخر اختيار جديد، وهو مجلس تأسيسي. والحكم بأن الفترة هي كانت فترة دستورية، فترة تأسيسية، والجمهورية بأنها الأولى فترة هي معناها لم تصلح ما يصلح البلاد، وبالتالي الفترة هذيك جات وتعني أن المنظومة الدستورية لم تعد صالحة. كما تعتبر الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي بمثابة مجلس يتولى إعداد مشاريع المراسيم والتي تعتبر قوانين وتبريرها للحكومة قصد الموافقة عليها ليتم ختمها من طرف رئيس الجمهورية المؤقت. ومن بينها المرسوم المنشئ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فأصدرت المرسوم المنشئ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمرسوم المنظم لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. انتخابات 23 من أكتوبر لسنة 2011 أفرزت مجلسا وطنيا تأسيسيا تولى صياغة دستور جديد للبلاد، وتم تحديد مدة سنة للانتهاء من صياغة الدستور. وبانتهاء الآجال تعالت أصوات العديد من القوى السياسية القائلة بانتهاء شرعية المجلس، موقف جوبها بتمسك أنصار الشرعية وبضرورة مواصلة المجلس لمهامه، فتم التمديد بسنة.
سنة حملت بين طياتها العديد من المفاجآت والمواعيد المفصلية، فتاريخ غرة جوان لسنة 2013 عكس صورة الانقسام داخل المجلس الوطني التأسيسي. وبتاريخ 25 من السنة نفسها امتدت يد الغدر لاغتيال النائب محمد البراهمي أمام منزله ب11 طلقة نارية لتلقي بظلالها على المشهد السياسي والذي اتسم بالاضطراب والعنف، حيث سبقه اغتيال أول للأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بالعيد أمام منزله في 6 من فيفري. فعمت البلاد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، وكان اعتصام الرحيل لتنقسم المواقف والآراء بين شق متمسك بالشرعية وشق يطالب برحيل الحكومة وبحل المجلس الوطني التأسيسي. وفي 27 من جويلية قام 60 نائبا بالانسحاب من المجلس الوطني التأسيسي لتتعمق الهوة أكثر فأكثر. وفي 29 من جويلية استشهد 8 من الجنود في كمين نصب لهم بجبل الشعامبي، وذلك من قبل الإرهابيين، ما عطل لغة الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين، فكان قرار تعليق أشغال المجلس الوطني التأسيسي. أنا هوني نتحمل مسؤوليتي كرئيس مجلس وطني تأسيسي باش نعلق أشغال المجلس إلى حدود انطلاق الحوار. هو في الحقيقة من عبقرية الشعب التونسي أنه في الأزمات الكبرى يلقى كيفاش يتجاوز الحل ويتجاوز المشكلة اللي هي موجودة. فكانت هناك حينئذ معنا خلافات بالقياس إلى المجلس، وخاصة في علاقة المجلس بالحكومة. فالأمور هذه كلها جعلت أن صاحب يعني القرار في المجلس التأسيسي يجعل أن المجلس هو نفسه يحل نفسه ويقف عن القرار وعن مواصلة العمل نتاعو مدة كذا كذا أيام. تقدم الاتحاد العام التونسي للشغل بمبادرة للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية أسهم في حلحلة الأزمة. مبادرة حظيت بإسناد ودعم من قبل منظمة الأعراف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمالة المحامين. مبادرة الرباعي تحولت إلى خارطة طريق ملزمة للأحزاب السياسية الموقعة عليها، فانطلقت سلسلة من الحوارات والمشاورات أرست فهما جديدا يقوم على مبدأ التفاوض وتغليب الشرعية التوافقية. سنواصل الطريق بغاية استكمال بنود خارطة الطريق بندا بندا، سواء كان في المسألة العالقة بالمسار الحكومي ولكن أيضا بالمسار التأسيسي. وباستئناف المجلس الوطني التأسيسي لنشاطه تم ترحيل النقاط الخلافية إلى لجنة التوافقات لإيجاد صيغة اتفاق ووفاق بخصوصها. كما تم تنقيح النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي قصد منح لجنة التوافقات الإطار القانوني للبت في المسائل الخلافية والتنصيص على إلزامية التنقيحات الصادرة عن اللجنة بالنسبة للكتل والمجموعات، لتنطلق مناقشة الدستور فصلا فصلا في 3 من جانفي سنة 2014، ولتتم المصادقة عليه يوم 26 من نفس الشهر.
صوتوا. تفضل. وفي اليوم الموالي تم التوقيع عليه من قبل الرئاسات الثلاث. وفي 26 من أكتوبر من سنة 2014 تم إجراء الانتخابات التشريعية، وقد أفرزت تركيبة مجلسية جديدة هي تركيبة مجلس نواب الشعب، والتي توزعت على النحو التالي: حزب حركة نداء تونس يسجل حضوره في مجلس نواب الشعب من خلال 86 نائبا، تليها حركة النهضة ب 69 نائبا، ليحتل الاتحاد الوطني الحر المرتبة الثالثة مسجلا تواجده من خلال 16 نائبا، في حين سجلت الجبهة الشعبية حضورها ب 15 نائبا. حزب آفاق تونس له 8 نواب، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية 4 نواب، حزب المبادرة 3 نواب، حزب التيار الديمقراطي 3 نواب، وحزب حركة الشعب 3 نواب. أما تيار المحبة فقد سجل حضوره بنائبان، أما الحزب الجمهوري نائب واحد، التحالف الديمقراطي نائب واحد، حزب الجبهة الوطنية للإنقاذ نائب واحد، حزب حركة الديمقراطيين الاجتماعيين نائب واحد، حزب صوت الفلاحين نائب واحد، القائمة المستقلة نداء التونسيين بالخارج نائب واحد، القائمة المستقلة نداء الجريد نائب واحد، القائمة المستقلة رد الاعتبار نائب واحد، ليكون العدد الجملي لنواب مجلس الشعب 217 نائبا. وفي 19 من نوفمبر سنة 2014 عقد المجلس الوطني التأسيسي جلسته الختامية، وقد قام النواب بالإمضاء على نسخة خطية من الدستور واتخاذ صورة للذكرى، ذكرى مجلس وطني تأسيسي سنة دستور الجمهورية الثانية.